بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من أنواع الحلويات، كريمي كده وحلو وخفيف ومش مسكر قوي وطعمه حلو قوي، ينفع في كل الأوقات، في يوم عادي، يوم صيام رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين. حلو قوي وحلا طبقات وكريمي وسهل وبسيط، مش هياخد منك وقت خالص. بصي أنا هوريكي من جوه هو قد إيه جميل، بجد بجد خطير. يعني هتاخدي كده معلقة، الله طعمه بقى من جوه 3 طبقات على بعض حلوين قوي، وهقولك على اسرار كده واحنا بنعمله مع بعض يخليه كريمي وحلو قوي. اول حاجه عايزينها مع بعض بوله، وده بقى انا عندي بسكوت دايجستيف على بسكوت عادي. المهم ان انا عايزه 500 جرام، عايزه تقللي الكميه بالنص اعملي، عايزه تزودي مفيش مشكله خالص. ده 500 جرام بسكوت دايجستيف على بسكوت لوكس على بسكوت عادي، اي بسكوت عندك. كسري كل البسكوت اللي عندك كده خلاص، واحضر كوبايه لبن سخن واسقيه باللبن واقلبه. انا عايزاه كده، بصوا فيه قطعه كده، بس في نفس الوقت هيدوب. بس انا يعني الخطوه دي ممكن تعمليها طبعا بزبده او بكريمه، انا مش عايزه اعملها لا بزبده ولا كريمه علشان خاطر تبقى خفيفه. تمام كده. اجيب بقى القالب اللي انا هقدم فيه واحط البسكوت وبسباتيولا كده وابدا اوزعه. تمام. ودي هتكون معانا اول طبقه. تقدري تعمليها في القالب ده او تقدري تعمليها في كاسات زي كده. انا عملت مثلا كده وعملت كاسين، يعني تقدري تقدميه زي ما انت عايزه. تاني طبقه هجيب 3 كوبايات لبن، ودي بقى سر من الاسرار هقولك عليها برضو حلوه قوي. حطيت كاسترد، وانا بحب الكاسترد ده قوي، اللي هو دريم، بحبه قوي، احلى من الجيلي. يعني انا بجيب جيلي كوكس احلى من دريم، انما كاسترد دريم حلوه قوي. ونص كوبايه سكر، 3 كوبايات على معلقتين مليانين كاسترد على نص كوبايه سكر. هقلب كده، واول ما يدوبوا كويس جدا انزل بقى عليهم بالتركه دي. بصي خلاص غلي. معلقتين كبار قوي كريم شانتيه مليانين هرمي كده، يعني المعلقه هرميه، ودوبي جامد قوي. بيخلي لك الكاسترد يعني بجد بجد كريمي وطعمه رائع وغني كده بطعم الكريمة، يعني طعمه في حاجة كده جديدة حلوة قوي. بنزل وهو سخن على البسكوت عليه، خلاص انزل بيه كله. انا هجيب بقى ايه، سباتيولا، انزل بقية كل الكاسترد واضغط كده جامد خلاص، وبمعلقة كده ابدأ افرد الوش. بس المهم ما يبقاش فيه فراغات في النص، بس انا مش عايزه ليه شكل، يعني مش مشكله. دي تاني طبقه. تالت طبقه بقى هجيب باكوين جيلي فراوله، كوبايتين ميه سخنين. تمام. وباكوين جيلي فراوله زي ما قلت لك سخنين، مش برد، مش انا بعمله نص بارد ونص سخن، لا انا عايزه ادوب الجيلي في سخن قوي، وهقول لك ليه في ميه سخنه قوي. دوبتهم، بدل 4 كوبايات ميه على الباكوين هحط على كل باكو كوبايه ميه بس عشان يتماسك. جايبه بقى فراوله مقطعاها قطع صغيره قوي، وهحطها على الجيلي واقلب كويس جدا. طبعا مش سكر خالص، مش هحط سكر خالص، ان هو طبعا مسكر الجيلي وانا مقلله له الميه فسكره حلو قوي. انا بقى عملت الميه سخنه ليه؟ علشان الفراوله تطرى، بسيبها شويه في قلب الخليط ده، وبعدين بنزل بقى بصي كده بالجيلي الاول واحط الفراوله. ودي تالت طبقه. الحالة دي سهلة، ورمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين طبعا. ودي من أساسيات حلويات رمضان بنعملها، خفيفة وسهلة وبسيطة وطعمها يجنن. أدخلها التلاجة بالظبط ساعة، هتلاقيها بالشكل الجميل ده. وعملت منها الكاسات الحلوة دي، تقدري تعملي كل الكمية في كاسات على العدد اللي انت عايزاه، مفيش مشكلة خالص. وتزوقيها زي ما انت عايزة تزوقيها، عايزة تحطي حاجة في النص، عايزة تحطي يعني حاجة تكسر اللون، فاكهة تاني من فوق الوش، مفيش مشكلة خالص. انا حطيت عليها من فوق وردة. اديك شايفة طبعا الطبقات عاملة ازاي هنا، والطبقات طبعا باينة في الكاس قوي. تمام كده. احط بقى وردة لونها حلو كده، اكسر اللون وخلاص كده واقدمها معاكي. وزي ما شفتي من جوه بجد بجد دايبه، والمعلقتين كريم شانتيه مخلي الكاسترد من جوه يجنن. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.